طيب، إتماما للفائدة حول معنى الحمد لله رب العالمين، الذي قلنا بأن الكثير بل غالب المسلمين وبكل أسف لا يدرون معنى هذه الكلمة، وهذه حقيقة أيها الإخوة، لأن ورثنا مصطلحات نقولها ولكن ما نبحث على معناها، بل نذهب إلى أصول العلوم أحيانا ونتعمق يمنة ويسرة في العلوم وكذا وكذا. وهذه يعني مفاتيح العبادة، هذه المصطلحات هي حوالي 23 مصطلح مثلا، دائما نكررها لا ندري ما معناها، لا نحس حتى بأثرها فينا، يعني لأن الشيء الذي تعلم معناه وتقوله أكيد على أنه يؤثر فيك، حتى في قضية الخشوع فإنك تكلم الله وتخاطب الله عز وجل وأنت تدري المعنى، أكيد هذا أكمل للخشوع. طيب، ابتداء نشكر كل من أجاب على سؤالنا حول معنى الحمد لله رب العالمين، وكانت في الحقيقة العشرات بل المئات من الأجوبة، جزا الله خيرا الجميع على هذا التفاعل، وهذا يعطينا إثراء أيها الإخوة، يعني نستفيد منكم وتستفيدون منا. طيب، بعض الإخوة نذكر يعني ما ذكروه. هنالك من قال بأن الحمد لله رب العالمين هو الإقرار بنعم الله، هنالك من قال بأن الحمد لله هو الثناء، هنالك من قال هي الرحمة، هي شمول الرحمة، هنالك من قال هي إبراز للوحدانية والربوبية، هنالك من قال بأنها شكر الله عز وجل على النعم. طيب، وجدت جوابين تقريب صحيحين مع استكمال شيء يعني طفيف حول هذا. هنالك من ذكر وله منا كل التقدير، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا علما وفهما. هنالك من قال هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وهذا معنى الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة. يعني لما تقول، طيب هنالك من قال الشكر، طيب الحمد غير الشكر، ولذلك لما ترفع من الركوع هنالك من يقول سمع الله، لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول ربنا ولك الحمد ويزيد والشكر. هذه الشكر ما قالها عليه الصلاة والسلام، هذا شيء زائد يعني محدث. لا تستطيع أن تقول ربنا لك الحمد والعظمة، ربنا لك الحمد والتمجيد، يعني لا تأتي بأشياء، لأن الصلاة توقيفية. وش معنى توقيفية؟ معنى أن نصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توجد زيادة في هذا، لا اجتهاد في ألفاظ الصلاة. إذن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة، قلنا كذلك ليس هو الثناء جزء من الحمد. الثناء هو مدح الله عز وجل ووصفه بما فيه من صفات الكمال، كما في الحديث القدسي الذي رأيناه، الذي قال فيه ربنا عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن الحمد غير الثناء، الثناء جزء من الحمد، يعني كل حمد ثناء وليس كل ثناء حمد. إذن الحمد لله رب العالمين فيها تقوم على 4 أركان، على 4 أجزاء. يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين، سواء تقولها عند تبدأ الخطب إن الحمد لله نحمده، ولا عندما تتم الطعام، عندما يصيبك مكروه، عندما ترفع من الركوع، على أي نعمة، لما تصاب بنعمة يصيبك الله عز وجل بنعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فيها 4 معاني، تقوم على 4 معاني. أول معنى للحمد لما تقول الحمد لله رب العالمين، أي بمعنى الرجوع إلى الله، أي نرجع ونرجع إليك يا الله، هو العود إلى الله. الدليل في ذلك قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وهنا نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصابه مكروه، كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مكروه ماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال. إذا أصابه مكروه يعني عند المصيبة، إذا أصابه مكروه يقول الحمد لله على كل حال. ما معناه؟ أي نرجع إليك يا الله. إذن الحمد لله رب العالمين أي يا الله فإنا نرجع إليك، مع كمال المحبة، هذا المعنى الثاني، وكمال التعظيم، ليس المحبة فقط والتعظيم، كمال المحبة وكمال التعظيم. والرابع
إثبات صفات الكمال لله، بمعنى لما تقول الحمد لله رب العالمين استحضر هذه المعاني. يا الله فإننا نعود إليك ونرجع مع كمال المحبة والتعظيم، ونثبت لك صفات الكمال، نثبت لك صفات الكمال. إذا لما تقول الحمد لله رب العالمين استشعر بأنك تقول يا الله إنا نرجع إليك مع كمال محبتنا لك وكمال تعظيمنا لك، ونثبت لك صفات الكمال. ليش المحبة والتعظيم معا؟ لأن هنالك من تعظمه ولا تحبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرسل الرسل كان يقول مثلا من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس، إلى هرقل عظيم الروم، هو عظمه ولكن لا يحبه، لأن الحب في الله. وهنالك من تحبه ولا تعظمه، تحبه ولكن لا تعظمه. من الذي تحبه وتعظمه بكمال المحبة وكمال التعظيم؟ إلا الله عز وجل، وتثبت له صفات الكمال. ليش نقول تثبت له صفات الكمال؟ لأن كما سوف نرى إن شاء الله عن معنى سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ سوف نرى إن شاء الله. ولماذا مقرونة سبحان الله والحمد لله؟ المهم اختصارا، الحمد لله رب العالمين لما تقولها تقول الحمد لله رب العالمين، استشعر أنك تقول يا الله إنا راجعون إليك، يعني عائدون إليك مع كمال المحبة والتعظيم، ونثبت لك صفات الكمال. والحمد لله رب العالمين.